المنتخب المغربي غادي يبدل الملعب ديالو في تصفيات كأس العالم 2026. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قررت رسميا نقل المباراة ديال الأسود من الرباط لوجدة، ولكن علاش؟ واش هذا القرار غادي يكون فعل خير على المنتخب؟ شكون المستفيد الأكبر من هذا التغيير المفاجئ؟ كلشي غادي نكشفوه لكم في هذا الفيديو. بقاو معنا حتى الاخر، تفاصيل حصرية بعد اشارة البداية. السلام عليكم ورحمة الله. أسود 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 أسود، مرحبا المغاربة الشرفاء في قناتكم تحديثات أخبار الرياضة السريعة. بشكل رسمي المنتخب الوطني غادي يلعب مباراتيه ضد النيجر وتنزانيا في تصفيات كأس العالم 2026 في الملعب الشرفي بوجدة. هذا القرار فاجئ الجميع، خصوصا أنه كان متوقع أن المباراة تلعب في مولاي عبد الله بالرباط، ولكن الجامعة الملكية لكرة القدم قررت تبدل الوجهة للشرق المغربي وبالضبط لوجدة. حاليا المنتخب المغربي كتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم ب3 نقاط من 3 انتصارات متتالية، متبوع بمنتخبي النيجر وتنزانيا ب6 نقاط، ثم زامبيا ب3 نقاط، والكونغو الديمقراطية في الرتبة الأخيرة بدون نقاط حيث خسر جميع المباريات. لكن المفاجأة الكبيرة أن المغرب غادي يكون ضيف في مباراة النيجر رغم أنها غادي تتلعب في وجدة. هذا القرار جاب بعض التساؤلات، خصوصا أن فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم سبق وصرح أن المباراة غادي تلعب من مولاي عبد الله بالرباط. فشنو السبب الحقيقي وراء التغيير المفاجئ؟ بعض المصادر كيقولوا أن الجامعة بغات توزع مباراة المنتخب الوطني على مختلف المدن المغربية باش تعطي فرصة للجماهير في مناطق مختلفة باش يحضروا ويدعموا الأسود. بهذا الآخر كيشوفوا أن الجامعة كتعتمد على ملعب وجدة بسبب نجاحه في احتضان مباريات سابقة للمنتخب كيف ما وقع في تصفيات كأس إفريقيا. بعض التحليلات كتقول أن هذا القرار كيدخل في إطار استراتيجية جديدة لتطوير البنية التحتية الرياضية في مختلف المدن المغربية استعدادا لكأس العالم 2030. الأسود في مواجهة مصيرية 17 مارس 2025 المغرب ضد النيجر على الملعب الشرفي بوجدة. 24 مارس 2025 المغرب ضد تنزانيا على الملعب الشرفي وجدة. بعض المصادر المقربة من الجميع أكدت أن اللاعبين متحمسين بزاف اللعب قدام الجمهور ديال الشرق المغربي، والناخب الوطني وليد الركراكي متأكد أن الأسود قادرين على تحقيق نتائج إيجابية. علاش المغرب هو الضيف في هذه المباراة ديال النيجر رغم أنه غادي تلعب في المغرب؟ الجواب جد بسيط. الأمراض القرعة اللي حددت أن المباراة الذهاب كانت ديال النيجر والمغرب غادي يستقبلهم في الإياب، ولكن بحكم أن النيجر ما عندهاش ملعب مطابق لمعايير الفيفا قررت لعب المباراة في المغرب، ولكن المغرب كتعتبر كضيف على الورق. ترتيب المجموعة قبل المباريات القادمة: المغرب 9 نقاط كما قلنا، والنيجر 6 نقاط، تنزانيا 3 نقاط، زامبيا 3 نقاط، وفي الأخير الكونغو الديمقراطي 0 نقطة. الأسود الأقرب لضمان التأهل، ولكن خاصهم يركزوا في المباراة الجاية. جاوبونا في الكومنتات، شو رأيكم في اختيار ملعب وجدة؟ قرار صائب ولا كان خاص المباراة تبقى في الرباط؟ شو توقعاتكم من مباراة الأسود ضد النيجر وتنزانيا؟ واش المنتخب المغربي قادر يحسم التأهل مبكرا؟ واش الأسود غادي يستغلوا عامل الأرض والجمهور باش يحسموا التأهل؟ هل ملعب وجدة غادي يكون فعل خير على المنتخب؟